أحب أقول لكم في الليلة دي بالذات جوزي بيحب يمصمص الرمانتين وبيروح فاتح البطيخة على الآخر. في ليلة رأس السنة دايما بقضيها أنا وجوزي كلها لعب وشقلباز، وبنحب الليلة دي قوي عشان بنستمتع بكل حاجة فيها. هو بيستمتع بالرمانتين وأنا بستمتع بعمود القصب. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. هحكي لكم النهاردة اللي حصل بيني وما بين جوزي ليلة رأس السنة، وايه المفاجأة اللي جابها لي. وبصراحة انا انبسطت بيها قوي قوي، ونفسي كمان ان هو يكرر يعني ويجيب لي الهدية دي ويعمل لي المفاجأة ديت على طول. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الحكاية دي كملوها معايا لحد الاخر، وما تنسوش بقى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم، وتعملوا لي اشتراك في القناة عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل الحكايات والقصص اللي بتتبعت لنا على القناة. صاحبة الحكاية بعتلنا وبتقول: انا كاميليا، انا عندي حوالي كده 28 سنة، يعني عندي 27 بس قربت اهو اتم 28 الا شهرين. وانا طبعا بحب جوزي قوي اللي انا اتجوزته يعني من حوالي 6 سنين، وانا بقى ما اقولكوش متعلقة بيه جدا لدرجة يعني محدش يتخيلها. علشان كده انا طول الوقت يعني برجع دايما وبقول لكل اصحابي البنات اللي لسه متجوزوش وكمان اللي متجوزين يعني المقبلين على الجواز: اوعي تخلي جوزك يكون نفسه في حاجة وتقوليله لا، لانه بقى هيضطر ان هو يدور على الحاجة دي برا، هيدور عليها برا البيت، وكمان هيبقى بعيد عني خالص. وكنت دايما بنصحهم، وكمان النصيحة دي بوجهها لنفسي طول الوقت. أنا يعني ما بحبش أخلي جوزي يكون نفسه في حاجة نهائي طول الوقت، يعني أنا على طول دايما ببقى على سنجة 10 وبخلي نفسي زي القمر. عمري مثلا ما خلي يعني جلابيتي ريحتها توم ولا بصل ولا الكلام ده، وكمان ببقى مهيئاله الجو المناسب، وقبل ما يجي يدوب بنتعشى وبنيم العيال على طول. أنا معايا منه بنت وولد، لدرجة إن كل الناس يعني اللي حوالينا كانوا بيحسدونا على الحياة المستقرة اللي ما بيني وما بين جوزي. أيوة، يعني ما يمنعش يعني إن احنا بنختلف، يعني احنا بنختلف وساعات بنتخانق أنا وهو، لكن الاختلافات ديت ما بيتخليناش نتخانق خالص أو نتخاصم مع بعض، أو حتى نتخانق خناقة كبيرة وندخل فيها يعني القريب والغريب. واحنا الحمد لله مستوانا المادي ممتاز جدا، وهو معيشني عيشة رفاهية، عيشة كلها رفاهية. وانا مش هقول لكم بقى ان انا محجبة والكلام دوت، لا، انا عايشة حريتي تماما. وكمان احنا ناس متفتحة جدا، وبنحتفل كمان بكل انواع الاحتفالات اللي بتيجي في السنة، بالذات بقى يوم رأس السنة. رأس السنة دوت بكون مجهزة له يعني من قبلها، يعني بيجي أسبوع أو حتى ب10 أيام، وجايبة الزينة بتاعة البيت اللي هي الشجرة الحلوة ديت اللي انتوا عارفينها، وكمان جايبة اللبس يعني بتاع بابا نويل، وكل حاجة بكون مجهزة لها. لأن بصراحة من يوم يعني من اتجوزت وأنا حوالي بهو داخلة على 9 سنين بحتفل مع جوزي بليلة رأس السنة، يعني بيبقى ليلة كمان يوم مختلف جدا. وبحس ان اليوم دوت او الليلة دي بالاخص بتكون ليلة كلها اختلاف بقى في كل حاجة، بتكون كده ليلة مختلفة. ليلة يعني بمعنى الكلمة اي حاجة في الليلة ديت بتيجي على بالنا، وحتى بتيجي يعني على دماغنا بنعملها على طول. ولو طلب مني اي طلب ما بقدرش ان انا اقوله لا. وكمان هو نفس النظام، هو كمان يعني كان له دايما صديقه يعني مقرب منه جدا. صديقه دون بصراحة أنا كنت يعني برتاح ليه، لأنه هو شخصية يعني كويسة جدا. وهو بقى كان دايما على خلاف، يعني كان في خلافات وخناقات ما بينه وما بين مراته، وطول الوقت بيقول لي كلميها، يعني كلمي مراته وعلميها ازاي يعني تتعامل مع جوزها، لأن بصراحة أنا تعبت يعني وهو تعب يعني واتضايق منها خالص. وحياتهم كلها دايما مشاكل، وطول الوقت بيتخانقوا قدام الولاد، لدرجة كمان ان صاحبه جه وحكالي وطلب مني كمان ان انا يعني اكلمها
وحاول يعني كده اخد ودي معاها شوية. وبيقول لي يعني صاحب جوزي بيقول لي بصراحة يعني انا نفسي في واحدة تكون زيك، لدرجة ان هو كان بيقول لي الكلام دوت عادي كده قدام جوزي. وكمان بيقوله وجوزي في الشغل، ده انا كنت اتمنى واحدة زي مراتك تكون يكون في تفاهم ما بيني وما بينها، لدرجة يعني التفاهم اللي ما بينك وما بين مراتك. وعلشان الكلام دوت يعني ممكن يكون بالنسبة لنا عادي، كنا بنسمع الكلام دوت وبنقول الحمد لله يعني على النعمة اللي احنا فيها والنعمة اللي ربنا كرمنا بيها. وكان دايما جوزي بيقول له يعني لصاحبه: هو انت هتحسدني يا عم ولا ايه؟ انت هتقر عليا ولا ايه؟ يمكن مراتي ديت الحاجة الوحيدة اللي حصلت لي في حياتي كويسة. وطبعا بقى بيكون الكلام والحوار كله على هيئة الضحك وهزار. ولكن بقى في ليلة رأس السنة اللي فاتت ديت كنت خلاص بقى مهيئة نفسي، وكمان اليوم من الأيام يعني من بدري، وعاملة العشا لجوزي العشا اللي هو بيحبه، وكمان لابسة اللبس اللي هو كمان بيحبه. لكن في اليوم دوت لقيت بقى جوزي جاي من الشغل، لكن لما جيت بقى ان انا افتح له الباب لقيت صاحبه معاه. اتفاجئت جدا لما لقيته جايبه، انا استغربت جدا واستعجبت جدا. لكن يعني على طول بقى دخلت ورحت لبست حاجة عليا. وطبعا علشان انا لبسي يعتبر مفتوح شوية، يعني يا دوبك بس بلبس بادي وتوب يكون مداري بس بعض المناطق من عندي. وفعلا قعدت معاهم وكنت قاعدة مستغربة، وسألت جوزي طبعا عن السبب اللي خلى صاحبه يجي معاه في ليلة زي ديت. لأن طبعا ليلة زي ديت احنا متعودين مش بنستضيف أي حد عندنا في البيت نهائي. لقيته بيقولي: معلش يا ستي، أصل هو متخانق خناقة مع مراته، يعني خناقة بقى كبيرة لرب السما. وانا قلتله: تعالى واخذ الشيطان، يعني بدل ما تعمل فيها اي حاجة وتجيب لنفسك مصيبة، او حتى هي تقولك لفظ يستفزك ويعني وانت تضطر انك تمد ايدك عليها. عشان كده انا قلت اخفف ما بينهم وجبته معايا، وجبته لحد كده ما الدنيا تهدى شوية علشان يقدر ان هو يعني يهدى شوية كده. وطلب مني بقى ساعتها ان انا عايزني يعني ان انا اكلم مراته في الموبايل وهديها شوية، علشان يقدر ان هو يروح وينام في بيته، بدل يعني ما يقعدوا يتخانقوا سوا. وقول لها يعني ان هي تميل دماغها شوية. فبعد شوية كده اتعشينا وقعدنا احنا التلاتة نضحك ونهزر ونهون عليه شوية ونفك عليه ضيقته، لأنه فعلا كان مكتئب وكانت حالته صعبة جدا، وكان متعصب ومتضايق وشايل شيلة على دماغه وهموم الدنيا كلها فوق راسه. قعدنا بقى نضحك ونهزر معاه انا وجوزي وقلنا له الدنيا مش تستاهل كل ده. ده غير يعني ان جوزي بقى قال له: يا عم بقى يا راجل سيبك بقى منها، ده انا هخلي مراتي هي تتصل عليها وكمان تجيبها لك لحد عندك تعتذر لك. وانا فعلا بقى رحت داخله بقى على اوضتي وقفلت على نفسي الباب وكلمتها، لكن هي بقى لما ردت عليا كانت متعصبه جدا، وقعدت تقول ده فيه وفيه وفيه، وقعدت بقى تغلط فيه كتير، يعني غلطت فيه غلطات كتيره جدا. مع ان يعني اللي انا كنت شايفاه دوت من كلامها كانت كلها مواضيع يعني عاديه، بس هي مكبره بقى الدنيا ويعني بتغلط فيه كتير. وبالنسبه لي يعني ان المواضيع دي حاجات عاديه، حاجات تافهه. قلت لها: استهدي كده بالله وانا هبعتلك السواق يعني يجي ياخدك بالعربية وتعالي بقى اقعدي معانا شوية. وفعلا بعت لها السواق وهي جت، وفي الليلة ديت بقى قعدوا يشدوا بقى خناقات مع بعض، وهي تشتم وهو يشتم، واحنا بقى كنا قاعدين نهدي ما بينهم، وانا بقى ما بيني وما بين نفسي بقى انا وجوزي قعدنا نقول بقى: يا دي الليلة اللي مش هتعدي بقى، يا دي الليلة السودة. المفروض بقى ان احنا فاكرين ان هي هتعدي على خير، المفروض ان الليلة دي بتاعتنا وتخصنا احنا بس. انا بقى كنت ناوية ان انا هروق على جوزي احلى ترويقة، لاني بصراحة مش عايزة اقولكوا كنت مستعدية لليلة ديت. بس نعمل ايه بقى، امرنا لله. هما بقى جم هجموا علينا وبوظولنا لينا كل حاجة. فعلا جوزي كمان كان مستعد ليا، وزي ما قلت لكم في البداية احنا يعني بنكون مستعدين لموضوع زي دوت من قبلها باسبوع، وتحصل مرة واحدة بس في السنة. فرحت بقى قايلة لمراته: بقولك ايه، مفيش مشكلة خالص بقى انك تقضي الليلة اللطيفة دي بينكم وبين بعض، انت يعني جاية تعملي خناقة ليلة رأس السنة وتعملي المشكلة ديت. وفعلا بقى في الآخر صالحناهم على بعض وهما الاتنين اتصالحوا. واحنا في الليلة دي جوزي بقى ممكن يعزم عليا بأي حاجة كده فريحية، وانا كنت باخدها منه عادي، يعني بيحب يعزم عليا ولو بسجارة.
يعني أنا كنت باخدها عادي يعني ممكن أعمل أي حاجة اليوم ده الوحيد ليّا في السنة اللي بيكون مباح لي إن أنا أعمل أي حاجة ممكن تتخيلوها، وكمان هو بيكون مبسوط ومستمتع جدًا لما باكون باشاركه كل حاجة، ومرات صاحبه في الوقت ده شافتني وأنا باخد السيجارة كده عادي قُلت لها عادي ده الحاجات دي بتبقى حاجات كده من ضمن الحاجات اللي إحنا بنحتفل بيها، وحاجات يعني مش بتحصل طول الوقت ده مرة بس هي مرة بس في السنة، مرة واحدة بس. يعني عايزاكِ تعيشي حياتِك، لإنِك لو ما عشتيش حياتِك مع جوزِك هتعيشيها مع مين؟ حاولت بقى إن أنا أقعد معاها إن أنا أديها شوية دروس وأديها شوية نصايح، بحيث إن هي برضه تخف شوية عن جوزها وتخف المشاكل والنكد اللي هي طول الوقت على طول عاملاه في البيت. لكن هو كان قاعد مبسوط جدًا من الكلام دوّة، وقعد يقول لي قولي لها يا كمّلي، قولي لها والنبي وفهّميها بالله عليكِ لإن أنا خلاص ما عِنتش قادر وتعبت منها، وأنا نفسي أحس إني زيي زي أي زوج، أرجع بيتي ألاقي بيتي متروّق وكمان موجود أكل جاهز، وألاقي مراتي قاعدة مستنياني بابتسامة حلوة ورقيقة. وفعلًا في اليوم دوّة روّحناهم، وفي اليوم دوّة صالحناهم يعني على بعض وكل حاجة رجعت تمام التمام. ورجعت أنا بقى لجوزي ورجعت أنا وهو بقى وطبعا كنا عارفين خلاص إن الليلة ديت هتروح كده من علينا وهتضيع ما بين إيدينا، لكن أنا عايزة بقول لكم إن في الليلة دي ليلة رأس السنة وبالذات الليلة ديت وبالأخص كنت فاكرة في البداية بقى إن خلاص الليلة دي راحت والاحتفالية راحت خلاص، لكن كان في احتفالية ديت بقى حصلت ليلة ما حصلتش بصراحة بقى كانت أحلى ليلة حصلت في السنة، كلها لعب وشقلباظ والحمد لله كل حاجة عدت على خير، وزي ما قلتلكم في أول القصة كل حاجة قضيناها مع بعض والحمد لله. أنا بقى بنصح كل واحدة إن هي تخلي بالها من جوزها وإنها مش تزعله نهائي، وإنها يعني تتوصى بيه وتاخد بالها منه وتراعيه كده وتهتم بيه بدل ما هو ياخد يسيبك ويروح لواحدة غيرك. يعني أنا بنصحك لوجه الله وكل النصايح دي لوجه الله، وطبعا اللي بعتلنا القصة دي برضو بعتلنا القصة دي علشان ننصح لوجه الله. وياريت بقى لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لي لايك الجميل وكمان تشتركوا في القناة.